مساء الخير، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. اليوم نشارك معكم بديل الشباكية في التشبيك. اما بالنسبة للمذاق راه بحال بحال، كتجي روعة هشيشة وناجحة 100%. اللي مهتمة بالطريقة تبع الفيديو حتى الاخر. عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك الفيديو. على بركة الله ندوزو للطريقة. كنحتاج 3 ملاعق كبار ديال الزنجلان، ملعقة كبيرة ديال النافع، وهنا عندي 3 ملاعق كبار ديال الزيت وجوج ملاعق كبار ديال الزبدة اللي ذوبتها مزيان باش نتخلصوا من داك الحليب اللي وغنزيد اصفر بيضه، وغنزيد شويه الملحه، وهنا عندي 4 غرام ديال خميره الحلويات، وغنزيد ملعقه كبيره ديال الخل، وغنخلط هاد المكونات جيدا. وهنا عندي الماء الزهر خلطته مع تقريبا 3 ملاعق كبار ديال الماء الزهر والماء عادي. ضفت ليه هكايا هاد الزعفران هذا نسيت محيتوش، ودابا غنضيف هاد الماء وغنزيد الدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للعجينه ديال الشباكيه راه معروفه كتكون قاصحه، ملي كنخليوها تقريبا واحد 10 دقائق ترتاح راه تما كتولي رطبه وكنتحكموا فيها كما بغينا. وهنا العجينه غنخليها ترتاح واحد 10 دقائق. وهنا عندي العجينه بعد ما دزت عليها 10 دقائق. اولا غنرش سطح العمل بشويه ديال المايزينا، هنا غنقسم العجينه على جوج. غنخلي هاد النصف في بلاستيك باش ديما هكا يكون رطب. انا بعد ما سرحت هاد الطرف ديال العجينه غنجمعو بحال هكا ونخليه تقريبا واحد 10 دقائق عاوتاني. ودابا غنخلي هاد العجينه تقريبا 10 دقائق وندوز للمرحله الثالثه. هنا البنات عندي العجينه بعد ما ارتاحت، غنخدم وحده بوحده. غادي نحتفظ بها في هاد البلاستيك باش نصلح العمل بمايزينا. بعد ما سرحت هاد العجينه ديال الشباكي كتولي رقيقه. دابا غندوز نقطعها. هنا عندي هاد القطعه اللي على شكل مربع، هي باش غنقطع العجينه. وهنا بعد ما قطعت هكايا بالقطعه نحيد هاد الزوائد. وهنا بعد ما حيدت الزوائد، ودابا غنبدا نشكل الشباكيه بهذه الطريقه. هنا كنقطع من القنت تنقرب القنت الثانيه وكنحبس وكنشد من القنت حتى القنت ونستمر بهذه الطريقه. نتمنى الطريقه تكون واضحه. بالنسبه للطريقه راه سهله. بالنسبه لهاد التشكيله راه ديجا حضرت معكم خبز توست شكلته بهذه الطريقه. اللي مهتمه بالوصفه غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف اولا في اول تعليق. كنبدا نشكل بهذه الطريقه.
كنحط هاد الطريف وكنحط فوق منه هذا وكنحط فوق منه هذا حتى كنكمل حتى كيعطيني هاد الشكل كله. وكنحصل على هاد الشكل. هنا البنات غنحاول نقرب لكم هكا الطريقه. غنشد التليفون بيد واحد ونخدم بيد واحد. كنشد من هاد القنت وكندي حتى لهنا، ما كنوصلش للقنت، كنعاود نشد من هاد القنت حتى كنوصل حتى كنقرب للقنت اخرى، وكندير نفس الطريقه. وهنا بعد ما ساليت هاد الشكل كنضغط هكايا ضغطه في الوسط باش ما يتحلوش ليا في الزيت. وهنا عندي الزيت خليتها تسخن، وهنا عندي العسل. هنا بعد ما سخنات الزيت غنقص شويه. ودابا غنبدا نقلي الشباكيه. بالنسبه لهذه الطريقه راه ما كتحلش في الزيت، كتجي هكايا شاده في راسها، واهم حاجه كتجي ناجحه 100%، كتجي مجعبه وخفيفه. وهنا كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل. هنا اون فوا كتبان لينا تحمرات شويه كنهزها وكنحطها في العسل مباشره، كنحطها في العسل باش هكايا تشرب لينا العسل. هنا العسل انا سخنته شويه، غير شويه ماشي بزاف. وهنا كنعسل الشبكيه مزيان. ودابا غنزينها بالزنجلان اولا تزينوها بلوز مهرمش، لكم الاختيار. غنقطع معكم وحده. هذا هو الشكل ديالها، صراحه كتجي بنينه، غير جربوها ما غتندموش عليها. انا صراحه عجبتني، ما كنبغيش نبالغ في الوصفات ديالي، ولكن هذه صراحه روعه. ودابا غندوز العجينه اللي بقات ليا. كنقطع بعض القطعه اللي متوسطه، نشكل فيها الشكل الثاني. وانا بعد ما قطعت هاد العجينه غنحيد هاد الزوائد. بالنسبه لهاد الطريقه سهله وبزاف، ديرها اي مبتدئه اللي اول مره غتصوب الشباكيه. غير تبعوا المراحل ديال العجينه اكيد غتنجح معكم. هنا كنقطع غير كندير هاد العلامه ديال هكا، العلامه في الوسط صافي. كنخليها بحال هكا، كتجي حتى هي شكلها روعه. بالنسبه لطريقه الطياب اولا القليل، نفس الطريقه اللي درنا في الاول. في الاول كنجهد شويه البوطه، من بعد كنقص شويه. وهنا كما العاده غير كتبان لينا هكايا كتشكل، كتكون هاد اللون بني هذا اولا ذهبي، صافي كنحيدوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه اولا بديل الشباكيه. بنينه وكتجي سهله في التحضير، صراحه سهله ما صعيباش بزاف، حيتاش طريقه التشكيل كتجي سهله. وبالنسبه للتزيين زينتها بالزنجلان وهكايا الطريفات ديال اولا وريقات ديال الورد، كتجي مجعبه وشاربه العسل وناجحه 100%. نتمنى تعجبكم وصفه اليوم. وإلا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك
وبارتاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء باش هكا تعم الفائده. وما تنساوش تزوروا قناه فيها بزاف ديال الوصفات.